تعالوا بينا النهارده نعمل أكلة كده في منتهى الجمال واللذاذة، بجد تجربة حلوة قوي. لو عملتيها وجربتيها هتنبسطي منها جدا. الأكلة دي عند البدو أساسي جدا جدا في الأعياد وفي المناسبات وفي الأفراح. بجد تستاهل التجربة، لكن بالنسبة لنا هي حاجة جديدة شوية علينا، لكن بجد تستاهل انك تجربيها. سهلة قوي وفي خطوتين هنعملها. واول خطوة معانا وهي الشوربة بتاعة الوصفة ديت لازم تكون دسمة جدا. انا هنا استخدمت اللحم الضاني ودي اساس الوصفة، ممكن تستخدمي كمان اي نوع لحمة انت تفضليه. ابتديت بقى دلوقتي احط المية غلت، نزلت فيها البصل والجزر وكل المطيبات اللي انت عايزة تحطيها حطيها في الوقت ده. هبتدي اقفل بقى وهسيبها لحد لما تستوي. في الوقت ده انا معايا كوبايتين من القمح اللي هو الحبة الكاملة، مجروش زي ما انتوا شايفينه كده. مش كامل، مش مجروش على الاخر، ولا يعني مش ناعم ومش خشن زي ما انتوا شايفين كده. هبتدي اجيبه كده وهبتدي انزل النخالة اللي فيه اللي هي الزيادة فيه علشان ما تشطش معانا او ما تتحرقش معانا واحنا بنقلبه. انا عايزة بس مجروش القمح زي ما انتوا شايفين. في الوقت ده هبتدي ابص كده على اللحمة دلوقتي دخلت في السوا. هبتدي انزل عليها بمعلقة كبيرة من الفلفل الاسود ومعلقة كبيرة من الملح. واساس برضو الوصفة ديت الفلفل الاسود بيكون زيادة شوية فيها. كده اللحمة بتاعتي استوت، هبتدي اشيلها كده زي ما انتم شايفين. والمرقة معايا ما شاء الله دسمة جدا وزي ما انا عايزاها بالظبط. طبعا انت ممكن تستخدمي اي نوع لحمة مفيش مشكلة خالص، لكن زي ما قلت لكم اساس الوصفة دي باللحمة الضاني. زي ما انتم عارفين دايما البدو عندهم اساس اكلهم اللحم الضاني. هبتدي بقى اشيل كل حاجة من المرقة دي علشان ندخل في الخطوة التانية زي ما قلت لكم. هبتدي اجيب القمح اللي انا جرشته او اللي جالي مجروش جاهز زي ما انتم شايفين كده. هستخدم كوبايتين للكمية اللي انتوا شايفينها دي. هستخدم كوبايتين قمح بس علشان القمح بيزيد معانا، فما تحاوليش بقدر الامكان ان انتي تزودي في القمح علشان هو لما يستوي هيزيد معانا اضعاف مضاعفة. زي ما انتوا شايفين كده هفضل بقى واقفة مستمرة كده في التقليب زي ما انت شايفة، مش هسيبه خالص خالص علشان ما يتحرقش. هفضل مستمرة في التقليب بالشكل اللي انتوا شايفينه ده على نار يعني اقل من الوسط شوية. وزي ما انتوا شايفين كل ما القمح بيستوي كل ما بيتضاعف حجمه وحجمه بيزيد. شايفين ما شاء الله عامل ازاي؟ هو كده تمام قوي وحجمه مظبوط وكمان سمكه مظبوط قوي. خلاص كده الاكلة بتاعتنا خلاص استوت. هنزل بقى بمعلقة كبيرة من السمنة البلدي في اي طاسة او اي قلاية على النار، على نار تكون عالية كده. معلقة كبيرة من السمنة البلدي. معلش انا عارفة ان الاكلة دي دسمة شوية لكن بجد تستحق التجربة. هنزل بقى باللحمة اللي احنا شلناها على جنب من شوية زي ما انتم شايفين. هبتدي بقى احمر في اللحمة كده لحد لما لونها يبقى حلو معايا. اهم حاجة في الخطوة دي ان انتي ايدك فيها على طول، ما تسيبيهاش تفضلي تقلبي فيها عشان ما تتلسعش منك من اي جنب. انا عايزة اللحمة بتاعتي مش ناشفة، عايزاها متحمرة وطرية جدا جدا وجوسي من جوه. زي ما انتم شايفين كده هفضل اقلب واحط معاها رشة من الملح ورشة من الفلفل الاسود. وهستمر في التقليب لحد لما لونها يحمر زي ما انتم شايفين كده. بالمناسبة الأكلة ديت اسمها الجريشة. الجريشة دي في كل المناسبات عند البدو والعرب، دي حاجة أساسية عندهم وخصوصا الأفراح والحفلات والأعياد. دي من الوجبات الأساسية جدا. وزي ما انتم شايفين اللحمة بتاعتي اتحمرت وخدت اللون الحلو بتاعها. هبتدي دلوقتي بقى أقدم معاكم الطبق. هقدم بقى الجريشة زي ما انتم شايفين كده. ما شاء الله سمكها مظبوط جدا وقوامها حلو قوي، علشان بعد كده هي لما تبرد هتمسك نفسها اكتر من كده. بس بصراحة وهي سخنة بتكون افضل بكتير. فلو عملتي كمية بلاش تعملي كميات كبيرة، لا اعملي الكمية اللي انتوا هتاكلوها وهي سخنة. لكن لما بتبرد ممكن برضو تسخنيها بشوية شوربة. هبتدي دلوقتي ان انا اقدمها. ممكن تقدميها في طواجن، ممكن تقدميها في سرفيزة عادي خالص او في اي طبق مفيش مشكلة، يعني مش قاعدة. وعايزة اقول لكم كمان ان خطوة تحمير اللحمة دي خطوة اضافية من عندي انا. لكن اساس الوصفة دي ان اللحمة بتتقدم فوق الجريشة بالشكل ده. بتكون مش متحمرة، بتكون مسلوقة عادي خالص. بيطلعوها من الشوربة بتاعتها ويستنوا عليها لحد لما تنشف بس وبعدين يقدموها عادي خالص على وش الجريشة زي ما انتم شايفين كده. لكن انا حبيت ان انا احمرها علشان الطبق ما يبقاش فلات كده، لا التحمير دايما بيدي طعم حلو للحمة. بيوديها بصراحة في حتة تانية خالص. هنبتدي بقى نقدمها زي ما انتم شايفين القوام حلو جدا.
شايفين ما شاء الله حلوة أوي. أنا عارفة إن الأكلة دسمة شوية، لكن ممكن نعملها مثلًا من السنة للسنة، ممكن نعملها كل فترة. شايفين بقى اللحمة زي ما أنا باقول لكم، عايزاها متحمرة من برّه لكن طرية وناعمة من جوّه. شايفين ما شاء الله لونها جميل جدًا، وردي من جوّه إزاي، ما شاء الله، وطرية وناعمة عاملة زي الزبدة بالضبط. شايفين؟ اللهم بارك، حاجة تحفة جدًا. يا ريت تجربي الوصفة دي هتعجبِك أوي. شايفين ما شاء الله، وده كمان شكلها بعد لمّا بردت شايفين عاملة إزاي. برضه هي في كل الأحوال ممتازة وجميلة وإن شاء الله هتعجبِك. ويا ريت لو وصلتِ لحد هنا ما تنسيش الاشتراك في القناة واللايك والشير.